السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى الشعب المغربي، إلى حركة 20 فيفري، إلى الشعب المغربي. يعني في الحلقة اللي فاتنا بينت كيفاش الصراع ديالنا مع النظام الصهيوني الفرنسي الاستعماري العنصري الحاقد، وكيفاش غادي ننتصروا عليه. يعني وغادي نبين لكم كيفاش يعني الوالدين ديالنا يعني تكرفسوا، الجيل ديالي تكرفس، الجيل ديال ولادنا تكرفس، والجيل الرابع غادي يسخط على اليهود وغادي يفرق على الرمانه. ايوا علاش؟ لان صبرنا. وقبيله باش نكمل يعني الحلقه الاولانيه، يعني اللي تبتنا فيه يعني في السبعينات والثمانينات جميع العائلات الإسلامية بقات مجموعة، وبحالي أنا وبزاف الناس يعني هذيك الساعة مسلمين، ولكن بغينا نظهروا بمظهر يعني ديال راه ماشي راه مندمجين في المجتمع. لأن أنا ملي جيت وكان عندي هذا البيت هذه وتنعيش مع البرجوازية الفرنسية، بغيت ما نكونش يعني بعيد عليهم، عندي الإمكانيات غادي يقراو ولادي وتنعيش معهم، وبغيت نبين لهم بأنه ماشي يعني أنا في العقل ديالي في الدم ديالي وفي العقل ديالي الإسلام هي الحياة ديالي، ولكن يعني البلاصة فاش ساكن ما تتسمحش ليا باش يعني نبين الإسلام ديالي، لأنهم عنصريين، يعني برجوازية صحيحة ولكن عنصرية. إيوا يعني كاع الناس اللي بحالي اللي يعني بغاو يتعاملوا مع الفرنسيين ومع اليهود طحنوهم، يعني تفرقوا مع ولادهم وتفرقوا مع عائلهم. أما الإخوان ديالنا اللي تشبتوا بالدين الإسلامي، المرأة مسلمة والرجل مسلم، يعني استطاعوا باش ينقذوا ولادهم وينقذوا العائلات ديالهم. هذه هي النتيجة ديال هاد 40 سنة يعني اللي ديال الحرب مع هاد الصهاينة، مع هاد الكفار، مع هاد النازيين، مع هاد الفاشيين. إيوا الحمد لله دابا عرفنا منتصرين، لأن ملي جا ولادنا وجاو دابا ولادنا. إيوا بالنسبة للعيالات، يعني العيالات ديالنا اللي جاو معنا قلت في الستينات وفي السبعينات طغاو وتكرفسوا في الاخر وتكرفسوا دابا، بحيث ولادنا كما تنبين لكم كاين الخير، كاين لي زالموند، كاين لي فرونسيز، كاين لي زيطاليان، كاين لي زونغليز مسلمات، ماشي يعني الانسان اللي بغى يتزوج مسلمه نصرانيه بحال هادو الجوج اللي تنبين لكم يعني موجودين، يعني يمشي ويطلب لها يديها وتمشي معاه. ولكن الاسلام الحقيقي ماشي الاسلام اللي فيه الكذوب وفيه اللعب يعني الاسلام ديالهم احسن من الاسلام ديالنا. يعني تينوضوا في الفجر انت ناعس وهي تطلب تصلي، ملي تطلب انت تمشي للمرحاض ولا تجيب شي حاجه تشوف المراه ديالك تتصلي الليل كامل وهي تتصلي، وانت ما تقدرش دير بحال هكاك يعني، وتتعيش في بيئه اسلاميه. والحمد لله مشات يعني جنها عربيه مسلمه وجلسنا معها 25 عام باي باي، وجات
مسلمة حقيقية، ويعني الحمد لله. يعني ومن بعد نحكي لكم القصة ديالي مع هاد الكافرين، مع هذا يعني الحرب ديالي معهم. إوا دابا كما قلنا عطا الله الخير، وهاني بعض يعني الصور باش تعرفوا بأن ماشي العيال دابا اللي خاص، العيال موجود، هذا العيال موجود يعني ومتقفات ومسلمات وواعيات. يعني نتوما في المغرب وفي الجزائر تتحاربوا الإسلام والمسلمين، وإحنا هنا نشرنا الإسلام والمسلمين. يعني نتوما الناس اللي تيحاربوا الإسلام ما عندهم والو في عقلهم، بحيث إحنا عندنا دكاترة أطباء، عندنا يعني مثقفين تيدخلوا للإسلام يعني أفواج وبأفواج، والحمد لله. وهذه غير البداية، لأن دابا يعني تيعتنقوا الإسلام بكثرة. إيوا الحمد لله. يعني واليهود خايفين من هذا الشيء، لأن في الجامعات في الكليات في يعني المدارس العليا يعني موجودين بكثرة، واليهود ولاو قلال. إيوا يعني الواقع ديالنا هو أنه باين الانتصار، والله سبحانه وتعالى يعني اللي اعطانا الصبر واعطانا واحد القوة اللي ما يتصورهاش الواحد، لأن العدو ديالنا قوي، مع المخابرات الجزائرية، مع المخابرات المغربية، مع لاميكال دي ماروكان المغاربة، مع لاميكال دي زالجيريا. يعني خوتك ولاد اللحم ديالك والجلد ديالك تيحاربوك من أجل باش تكون مع الصهاينة. والحمد لله بقينا يعني متشبتين يعني بالدين ديالنا، متشبتين بالعدد ديالنا، متشبتين بالتقاليد ديالنا، متشبتين باللغة ديالنا، أحسن من المغاربة وأحسن من الجزائريين اللي في المغرب وفي الجزائر، وعارفين غادي ننتصروا، وعارفين بأن دابا يعني حنا الأفارقة كنا تنقولوا أنا مغربي نتزوج مغربية، ما بقاش داك الشيء. المغربيات طاح عليهم، المغربيات ديال المغرب طاح عليهم الضيق، يمشيو يعني ما فيهمش، يعني ما تيتفاهموش مع ولادنا. يعني جربنا متى يجي واحد من المغرب تنعاونوه باش يقرا وتيولي ارشيتكت، تيولي دكتور، تيولي يعني باك بلس 5 ولا باك بلس 6، وفي النهايه تيغدر بنتنا ولا ولدنا تغدروا بنته باش يرجع للمغرب ويخليها بولد ولا بجوج. ودابا ملي تتجي من المغرب يعني ما تلقاش شي وحده في بناتنا يعني في الجاليه اللي تحلك الدفه ولا تتكلم معاك، تتقول لها هذاك غير ولد الوراق. ايوا هذا الشيء اللي داروا يعني دابا تيخلصوه الاخرين اللي تيجيو وما تتحليهمش الباب باش يدخلوا، لانكم يعني نتوما في المغرب تكرفسوا على ولادكم وتكرفسوا على ولادكم، يعني تيكذبوا تينافقوا، ما فيهمش يعني التربيه ديال الاسلام. ملي تيجيو عند الاسلام الحقيقي تلقاوهم ما فيهمش يعني الخلاصات ديال المسلمين. اما يعني الناس اللي ملحدين يعني الملاحده فهذاك شكل اخر. يعني تتعرفوا بان كان القبطان اديب معايا هنا، كان تيسكن في ديك البيت الصغيره عطيتها له، وكان معايا ملي جا من المغرب البيت نعاونو، وهو ملحد وملي جا هنا ما كاينش تيعرف فرنسا. كاين يعني يليماجين بان لا فرنسا ديمقراطيه وحريه الانسان والعداله وتكرفسوا عليه وهرب للميريكان. كنت نقولها ليه تقول لي لا سي لا غير تكذب،
ما هذا الشيء ماشي معقول. هذا الشيء تقول يعني حنا في دوله ديمقراطيه ودوليه يعني مشى. جات الغزوي، ايوا اول مره شفتها كنت غادي نتغدى عند خويا في باليزو، وكان واحد الاجتماع في باليزو مع لو مير ديال باليزو مع لي فير في باليزو. كنا شي 50 ولا 60 واحد في باليزو جالسين تتكلموا وعرضوا على زينب الغزوي. ايوا شويه شويه تنشوف فيها تدخل في العيال، تجبد العيال ديال افغانستان السعوديه شويه. وانا نسولها قلت لها قلت لها راه انت في فرنسا راه تتكلمي على ولادنا، راه ولادنا ما يعني احنا ماشي في افغانستان، احنا ماشي في يعني في السعوديه، ماشي احنا في المغرب، احنا في فرنسا ودرنا الحقوق ديالنا. دابا ملي تيجيبوك مغربيه ولا جزائري ولا يعني مصري تبدا تسبي فينا وما عارفاش الحياه ديالنا وما عارفاش يعني اشنو درنا، وانت دابا غتدخلي في يعني معركه ضدنا. ايوا شفتها النوبه الاولى، النوبه الثانيه، النوبه الثالثه يعني وقدام النصارى وبختها. ايوا هانتوما تتشوفوا من بعد ما مشات مع اليهود ومشات مع العنصريين، يعني الله سبحانه وتعالى حل لها عينيها وشافت الظلم وشافت يعني هاد العنصريه وشافت يعني هاد الكراهيه اللي بيننا وبينهم وردها. وملي بغات تبعد عليهم هانتوما تتشوفوا كي تيضربوا فيها. ايوا هذا نموذج ديال يعني الخونه المغاربه، هذوك الملاحده وهذوك المثليين، لانه يعني تحرير المغرب لابد منه وقريب. وكذب عليك كذاب، الانسان اللي تيكذب وتينافق وتياخذ الاموال من اليهود ومن الفرنسيين العنصريين يعني غادي يتحاسب، لان جايه المحاسبه ما فيهاش اللعب. ايوا ملي تتشوف دابا يعني حنا نجحنا هنا وانتم في المغرب غادي يفرضوا عليكم، يعني فرض عليكم. دابا جاك شراك ملي كان رئيس الجمهوريه جا للمغرب لان كان عنده مشكل هنا معنا. ولكن تتبعوا الاحداث، كانوا جوج بنات مغربيات، بنات الحاج علي اللي من ورزازات دايرين الفولار وما بغاوش يحيدوا، وناط معركه طويله. والحسن الثاني يعني هذا الكلب هذا اليهودي دار التليفون للحاج علي قال له تنطلب منك باش البنات كيحيدوا الحجاب. والحاج علي دار فينا قال لنا شنو نديروا؟ قلت له لا ما تنزلش على الحجاب. ايوا عاود ثاني دار ليه التليفون قال له تيهددوا. والحاج علي ما بغاش المشاكل، هو كان امام ديال الجامع ديال مونطلاجولي، وطلب من بناته يحيدوا الحجاب وتنازل. اما هنا مع الفرنسيين ما تناجلناش، ولكن التدخل ديال المخابرات المغربيه والتدخل ديال الدكتاتور الكافر المجرم الحسن الثاني يعني نزلنا. ولكن واخا يعني جوج بنات نزلوا يعني الاسمو ديالو ما وقفناش المعارك، يعني زدنا التدخلات وزدنا يعني في اليقين ديالنا، وتنتجمعوا 500 600 الشوا بحال المغرب، العائلات في جهه وحنا في جهه وولادنا في يعني في لي جاردان، يعني في قصر في حدا 5 كيلومتر دا مونطلاجولي، كل سبت والحد تلقانا تما. ايوا يعني بقينا نضلنا، ودابا الحمد لله يعني ولينا
كثرة مثال تنخرجوا بكثرة، بحيث اليهود ملي تيخرجوا هانتوما تشوفوا لو ستاد دو فرونس كانوا غير 5 ولا 10 ديال اليهود يعني والصاد خاوي. ملي داروا لا مانيفيستاسيون يعني باش يساندوا الجيش الاسرائيلي ما كانش شي حاجه كثيره، كانوا غير اليهود يعني ما بقاتش عندهم لا ليجيتيميتي باش يحكموا في فرنسا، وهذه هي النهايه ديالهم، لا فرنسا ولا المغرب ولا الجزائر. وهذا الشيء قلتها من بكري، قلت غادي تحت النظام المغربي وتحت النظام الجزائري وتحت النظام الفرنسي، هاد الانظمه الثلاثه صهيونيين، وهذا الشيء تنثبتوا عليه، لان المخابرات الجزائريه، المخابرات المغربيه، المخابرات الفرنسيه وحنا كنا معاهم وتنشوفوا يعني كاينين موجودين بجانب الصهاينه وبجانب المستعمرين، ضد خوتهم الجزائريين وضد خوتهم المغاربه وضد خوتهم الافارقه، وهذا الشيء خصو يتحيي. ايوا تنرجع لكم نتوما اللي نتوما دابا هانتوما تتشوفوا حنا خارج البلاد، هذا 20 مليون مغربي ولا 22 23 تنديروا الدراري اكثر منكم انتوما في المغرب. يعني حنا كاين الامكانيات، ولادنا تيولدوا وتيقراو وكل شيء، يعني والناس اللي يعني درنا بلاصتنا. ايوا المصير ديالكم اشنا هو؟ ملي انتزلتوا على الحقوق ديالكم وانتزلتوا على يعني على الشرف ديالكم وانتزلتوا على ما بقى لكم والو، باش ما بقى لكم باش تساهموا، تعريتوا. ايوا دابا المشكل اللي عندنا وعندكم كيفاش ممكن حنا نتفاهموا معكم؟ خنتوا الوطن، تتعيطوا الكلب الخائن اليهودي الصهيوني امير المؤمنين، وحنا تنسبوه تنقولوا هذا ابليس لاعين، وانتم تتقولوا امير المؤمنين، وحنا نثبتوا بانه خائن، بانه ابليس، نثبتوا لانه كون كان عنده نقطه صغيره باش يثبت علينا بان هادشي تنقولوا كذب كون قيل بينا دعوه هنا، ولكن حنا نثبتوا عليه بانه ولد امه باغيه، ما عرفش باه وما عاش لا مع امه ولا مع باه. محمد الخامس اللي تتعبدوا فيه يعني بانه يهودي لا علاقه له بالعروبه ولا علاقه له بالدين الاسلامي. الحسن الثاني ولد القلاوي اكبر مجرم على وجه الارض في المغرب، وحتى الحسن الثاني اكبر مجرم على وجه الارض، امه عبله يهوديه. ايوا دابا شكون اللي كذاب؟ واش يعني نتوما ولا حنا؟ نتوما انا يعني وخصوصا العلماء نتوما تتنافقوا وتتكذبوا، يعني ولادنا ما يتسامحوش معكم لان كلشي مسجل. حتى الواحد الا بغى يقول يحيى يحيد الاسلام ويقول يحيى ولا يقول اللي بغى، يعني حنا ما